السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن أفضل أجهزة مناسبة للبرمجة. لو بتدور على جهاز قوي وفعال للبرمجة تعالى معايا هنشوف نظرة على الأجهزة دي وكل جهاز ومميزاته. معانا أول جهاز هو الديل 3593. المواصفات بتاعته إن هو المعالج بتاعه جيل عاشر. يعني إيه المعالج ده؟ المعالج ده من الأحدث، يعني هيبقى معاك أداء سريع وقوي تقدر تشتغل عليه البرامج التقيلة والمهمة اللي فيها مهام متعددة من غير طبعا ما تحس إن هو في حاجة بطيئة. والذاكرة بتاعته 16 جيجا بايت. يعني الذاكرة الكبيرة دي بتخليك تفتح أكتر من برنامج في نفس الوقت من غير أي مشاكل. يعني تشتغل على برنامج التطوير، المتصفح، أدوات تانية في نفس الوقت من غير ما تحس إن الجهاز بطيء. التخزين بتاعه SSD أسرع بكتير من الأقراص الصلبة التقليدية. يعني الجهاز ده هيفتح معاك وينقل الملفات معاك بسرعة ويكون شغلك أسرع بشكل عام. كارت الشاشة بتاعه 4 جيجا بايت. يعني كارت الشاشة القوي ده مناسب عشان تشغل البرامج اللي بتحتاج رسومات. لو شغال في تصميم مثلا الجرافيك أو الألعاب كارت الشاشة ده هيديك أداء كويس. ليه هو الأفضل؟ المعالج والذاكرة طبعا بيلعبوا أداء كويس قوي وسريعة، بتكون سريعة وجميلة في تنفيذ طبعا الحاجات التقيلة. بس هو ده كان أول جهاز معانا. تاني جهاز معانا هو HP 645 جي 4. المواصفات بتاعته إن المعالج ده جيل تاني، ويعتبر طبعا الأداء فيه متميز وسريع وهيساعدك زي ما قلنا في تشغيل البرامج بحاجة كويسة ومحترمة وهيديك سرعة كويسة في الأداء. تاني حاجة الذاكرة العشوائية أو الرامات بتاعته 8 جيجا. الذاكرة دي هتقدر تديك قدرة كويسة على إنك تشتغل على أكتر من برنامج في نفس الوقت ومش هتحس ببطء. وزي ما قلنا الاس اس دي هي بتساعدك ان انت تنقل الملفات بطريقه سريعه وتخزنها كمان. وكارت الشاشه زي ما قلنا ان هو 512 ميجا بايت. كارت الشاشه هنا صغير نسبيا بس مش هيكون افضل خيار لو انت كنت محتاج جهاز للتصميم اللي هو الجرافيك او الالعاب التقيله. لكن لو شغلك مش معتمد على الرسومات القويه هتكون نتيجه جيده. بس هو ده كان الجهاز التاني. معانا التالت جهاز وهو ديل 5570. المواصفات بتاعه ان هو الجيل السادس. المعالج ده من الجيل السادس بيوفر لك اداء كويس ومعاه 8 جيجا رام. الرام بتاعته 8 جيجا انها كافية انها تشغل برامج البرمجة المختلفة ومن غير اي مشاكل. ومعاه طبعا SSD ومعاه كارت شاشة 2 جيجا بايت. كارت الشاشة ده مناسب للمهام البسيطة زي البرمجة وإن أنا أتصفح على النت، بس مش هيناسب طبعا الألعاب التقيلة أو البرامج اللي بتحتاج رسومات قوية. ومعانا الجهاز الرابع هو G3 HP G3. يعني ما اختلفنيش. أول حاجة إن المعالج بتاعه الجيل السادس. ده بيقدم أداء قوي للمهام طبعا المتوسطة ومناسب طبعا للبرمجة وإن أنا أشغل البرامج بتاعتي. ومعانا 8 جيجا رام ذاكرة عشوائية كافية إنها تتعامل مع التطبيقات المتعددة في نفس الوقت. ومعانا طبعا SSD. هو زي ما قلنا ان هو حاجة كويسة ان انا اسرع الملفات وافتح البرامج وكده. وكارت الشاشة 2 جيجا. كارت الشاشة ده مناسب للمهام البسيطة والمتوسطة زي البرمجة وان انا برضو اخش على النت. بس طبعا مش مثالي للألعاب التقيلة او التطبيقات اللي محتاجة رسومات قوية. معانا الجهاز الخامس وهو HP G2. ده المعالج بتاعه من الجيل الرابع، يعني أقدم من المعالجات الحديثة، بس رغم كده هو كافي للمهمات الأساسية والبرمجة بشكل بسيط. ومعانا 8 جيجا بايت. دي كافية برضو إن أنا أشغل برامج البرمجة الأساسية من غير مشاكل. ومعانا SSD. دي سرعة فتح البرامج وإن أنا أنقل ملفات. وكارت الشاشة 2 جيجا بايت. كارت الشاشة ده مناسب للمهام البسيطة زي البرمجة برضو والتصفح النت، بس مش هيكون برضو أفضل حاجة للألعاب التقيلة أو التطبيقات اللي محتاجة رسومات قوية. معانا الجهاز الأخير هو لينوفو ثينك باد. أول حاجة إنه المعالج بتاعه الجيل الرابع. المعالج ده هو أقل قوة مقارنة بالمعالجات الأحدث.
بس هو برضه كافي إن أنا أتعامل مع المهام البسيطة والبرمجة الأساسية. الذاكرة بتاعته 8 جيجا بايت، كويسة برضه إن أنا أشغّل برامج البرمجة البسيطة طبعًا، وإن أنا أشغّل كذا برنامج في نفس الوقت من غير أي مشاكل. معانا SSD زي ما قُلنا إن ده نوع بشكل عام بيحسّن أداء النظام، يعني أفتح البرامج وأنقل ملفات بشكل كويس. ودي كانت آخر جهاز معانا في الفيديو. دلوقتي بقى بعد ما عرضنا الأجهزة المناسبة للبرمجة والمشاريع طبعًا المختلفة، أتمنى تكونوا لقيتوا المعلومة اللي بتبحثوا عنها. لو عندكم أي استفسارات أو محتاجين نصائح إضافية ما ترددوش تسيبوا تعليق تحت الفيديو. ما تنسوش برضه تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم دوسوا لايك وشاركونا برأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.